بصوا بقى يا صحابي، انا دايما بشوف الصينية دي في المطاعم وفي التلفزيون وعلى الموبايل بتطلع لي. قلت لماما يا ماما ما تعمليها لنا بقى مع شوية بمبرة، انا نفسي اكلها خالص، بقالي كتير ما اكلتهاش. طلباتك اوامر يا لولو. احنا هنعملها بتكلفة قليلة جدا، يا دوبك بس ربع كيلو لحمة مفرومة. هنحط عليها ملح وفلفل وجوز الطيب، ومعانا بضاية، وكمان بصلتين متوسطين فرمناهم واخدت المية بتاعتهم عشان هحتاجها بعد كده. بعد ما صفيتها هجيب بقى اللحمة، هرجع احطها في الكبة تاني مكان ما كنت عاملة البصل، وهرجع البصل عليها اللي احنا شلنا منه المية صفيناه من ميته، وهحط عليها كمان الملح والفلفل وجوز الطيب، وعليها البضاية. مش بزود توابل عشان احس بطعم الكفتة ويبقى حلو كده وجميل. هضربهم كده ضربة ناعمهم مع بعض، او تقلبيهم كويس بايديكي لحد ما تطلع الخيوط اللي فيها دي بالشكل دوت. تبقى هي كده اتسمغت مع بعض وبقت حلوة عشان تديكي نتيجة جميلة للكفتة. دلوقتي بقى مية البصل هحط عليها معلقة صلصة او معلقة كاتشب لو عندك مفيش مشكلة، وهقلبهم كويس. هنقلها بس في طبق تاني علشان خاطر تبقى كبيرة اقدر احط ايدي فيها. مية البصل دي انا بحتاجها وانا بصبع الكفتة، وهحتاجها بعد كده كمان. بحط ايدي كده في المية وبعد كده امسك الكفتة واصبعها. ده كان مسن سكاكين عندي بعمل بيه. عندك عصيان شيش طاووق او اي حاجة صبعي عليها. ومعايا كمان شبكة كده بحط عليها عشان انا هحطها تبقى كأنها مشوية، بس في الفرن. كله هيبقى في الفرن بس هتيجي نتيجة المشوي. هصبع بنفس الطريقة دي كل الكمية. وانتي طبعا بتكبري الصبع شوية لان هو بيكش، اي لحمة مفرومة معروفة الكفتة بتكش شوية. اهي خلصت كده كل الكمية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هجيب بقى هنا صينية واحطها تحت الشبكة دي، وكمان هحط في الصينية مية مغلية قبل ما ادخلها الفرن. ومعايا بقى مية البصل بالطماطم دي. كل شوية كده هدهن بيها الكفتة، هقلبها على الناحية التانية وهقلب الكفتة. هي بتاخد يا دوبك نص ساعة معايا وبتطلع حلوة. والصينية لما احط فيها مية هتخليها لي طرية وحلوة قوي. تمام كده ادخل بقى على الفراخ. للاسف هنا كان التصوير مش شغال وانا بعمل التتبيله، بس هي تتبيلتها سهله. حبايه طماطم وبصلايه، وحطيت عليهم ملح وفلفل والسبع بهارات وبهارات فراخ، وضربتهم كويس جدا في الشفشق الخلاط لغايه لما بقوا معايا ناعمين. وقطعت الفراخ زي ما انتوا شايفين كده، شرحتها وحطيت فيها التتبيله وسبتها قبلها بيوم، او تقدري تسيبيها ساعتين تلاتة كده قبل ما تبتدي فيها عشان يبقى طعمها حلو. اتبلت معايا وبقت كويسة جدا. هجيب بقى الصينية وهحطها فيها كده من غير مية ومن غير اي حاجة، يدوبك شوية التتبيلة بتاعتها، وهغطيها بورق فويل وهدخلها الفرن حوالي كده نص ساعة. وبعدين هروح شايلة الفويل بتاعها واسيبها كمان نص ساعة تاني او ربع ساعة على بال ما تتحمر من على الوش وتكمل تسويتها. هي الفرخة دي ما كانتش كبيرة فما خدتش وقت، كانت نص ساعة بالفويل وربع ساعة وشها بس بيتحمر واستوت وبقت زي الفل. وكمان جبت ربع كيلو من الصدق. ما هي لولو بقى عايزة الصينية كاملة متكاملة، فجبت لها ربع كيلو من الصدق وهحطه في طاسة من غير اي مواد دهنية، لان الصدق بيبقى فيه دهون بتنزل منه. هشوحه كده بسرعة وكده الصدق خلص وبقى زي الفل. وكان عندنا شوية من الممبار كده كانوا متشالين، طلعتهم وهقليهم في الزيت ويبقوا تمام. وعلى بال بقى ما الفراخ تستوي معايا هحضر بقى الرز الحلو بتاعنا ده. هحتاج له ورق لورا وقرفة خشب، وكمان هحتاج حبهان وربع معلقة صغيرة من الكركم، وربع معلقة برضو صغيرة من بودرة الزعفران. لو مش متوفر بودرة الزعفران تقدري تخليها كركم بس، او لو في بودرة الزعفران مفيش كركم مفيش مشكلة، اي حاجة من الاتنين. ولو الاتنين موجودين تكون حاجة كويسة طبعا. انا شوحت كده التوابل، لما طلعت ريحتها رحت حاطه الرز، قلبته كده معاها شويه وهبتدي ان انا انزل الميه. انا عامله هنا مج واحد كده من الرز، حطيت عليه مج ونص من الميه، ما بحطش كوبايتين يعني قصاد الكوبايه. هقلبهم كده شويه وهخليه يغلي وهدي النار عليه. لما يبتدي كده يتشرب شويه بس لسه فيه ميه، هجيب شويه من الزبيب وهنزلهم معاه يكملوا التسوية بتاعتهم وهو ينتفخ معاهم الزبيب ويبقى حلو. تمام لغاية لما يتشرب ويبقى كده جهز معايا الرز.
وكمان جبت شوية كده من السوداني علشان خاطر ايه اشوحهم في حتة كده سمنة، وبعد كده احطهم على الوش. لو عندك مكسرات خير وبركة، ما عندكيش شوية السوداني دول بجد كان خالين طعم الرز تحفة، كان طعمهم حلو قوي قوي. ودلوقتي هعمل بقى معاكم شوية كده من الطحينة، لسه كنت عاملاها حالا. انا بعمل الطحينة في البيت، وبخش اشوف الفيديو بتاعها جميلة جدا. حطيت عليها شوية كده من الثوم المفروم وفلفل اسمر وكمون وملح، ولو في ليمون حطي، انا ما كانش عندي ليمون، حطيت بس شوية من الخل وقلبتها كده كويس. طبعا انتوا عارفين ان الطحينة بتقفش كده وبتلم شوية، بس لما بحط لها المية بتفك شوية شوية. مفيش اسهل من كده، وطحينة جميلة تقدري تعمليها بقى في اي وقت. الطحينة بالطريقة دي سهلة جدا وجميلة قوي. عملت لها كمان طحينة عشان تعمل فيها الكفتة وتاكل كده بمزاج، مبقاش ايه حرمها من حاجة، معاها الصينية بكل محتوياتها وبسعر اقل كمان من بره بكتير. اتقلبت كده تمام قوي ودقنا الملح وكل حاجة تمام. هبتدي بحطها لها اهو كمان في فخار عشان تديها كمان شكل حلو كمان، ورشة كده بقى من الشطة عليها تديها شكل وكمان تديها طعم حلو. دلوقتي بقى ايه كله جهز معايا، الفراخ والصدق طلعتهم وحطيتهم اهو في حلة كده، معاهم قطعة فحم، ومن الدهون اللي نزلت من الصدق حطيتها على الفحمة عشان تطلع الدخان بتاعها، وهغطيهم كده 5 دقايق. طلعت الريحة بقى بتاعت الشوي معاهم، وبقت ريحتهم جبارة، وهم اساسا طعمهم حلو قوي. ودلوقتي بقى بنعمل الرز بقى الحلو بتاعنا، وبنحضر الصينية الجامدة الجميلة دي بتكلفة بسيطة جدا. عملنا صينية حلوة قوي بتتعمل بألف وألف احنا عملناها في البيت بتكلفة قليلة. ربع كيلو كفتة اللي هي اللحمة المفرومة طلعلي طبعا اكتر من الربع كيلو، وربع كيلو صدق، وكام صباع ممبار كده حلوين، اقل من نص كيلو برضو ممبار، كانوا مظبطين الدنيا. والفرخة حلوة قوي. ايه رايك بقى يا لولو في الجمال ده؟ تحفة. والكفتة طرية وجميلة مع الطحينة، ايه رأيك؟ حلوة قوي. انا بومبار ده هو والكفتة وكله عجبوني قوي، بالذات الرز. الرز كان رائع رائع جميل جدا، مع الزبيب وشوية السوداني اللي اتحطوا عليه دول بجد نقلوه نقلة تانية، كان حلو قوي. اعملي كل حاجة في بيتك بتكلفة اقل، وطبعا انضف بكتير، وما تحرميش نفسك ولا اولادك من اي حاجة. انا كنت حاسة ان انا في مطعم بصراحة يا ماما.